كتم رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إذ لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه من أمان البيوت أنه لابد أن يتلى فيها كتاب الله عز وجل، وأن يذكر فيها الذكر الحكيم بقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: كتم رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إذ لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه من أمان البيوت أنه لابد أن يتلى فيها كتاب الله عز وجل، وأن يذكر فيها الذكر الحكيم بقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: